لو انا بتعرض للشمس بشكل يومي وبستخدم صن بلوك، بس رغم كده بيظهر لي تصبغات وبيظهر لي خطوط رفيعة، وكمان بدأ يبقى وشي فيه درجات كتيرة من الالوان، مفيش توحيد في لون البشرة. طيب اعمل ايه؟ استخدم ايه تاني اكتر من كده؟ هقول لكم ازاي تختاروا صن بلوك مناسب يقلل التصبغات، يقلل ظهور التجاعيد، يعالج البشرة، يحفز انتاج الكولاجين في البشرة. كل الحاجات دي موجودة في صن بلوك من بايوديرما. الصن بلوك ده بيتميز عن اي واحد تاني ان هو في خلال 28 يوم المفروض ان انتي بتشوفي ان التصبغات بدأت تقل، لو في عندنا خطوط رفيعة بيعالجها. طيب ليه؟ هيعمل ايه يعني؟ اول حاجه هو فيه فيتامين سي واي، والفيتامين سي واي زي ما احنا عارفين مهمين جدا للبشره، كمان بيعملوا لنا كمضادات اكسده، فبشرتنا مش بتتاكسد مع الشمس. بيحمي من اشعه الشمس فوق البنفسجيه وكمان الضوء الخفيف، يعني لو احنا قاعدين في مكان فيه اضاءات برضو كمان ده هيساعد ان هو يحمي بشرتنا منها. بيحمي اشعه تحت الحمراء. كمان الفيتامين سي حاطين معاه فيتامينات تانية بتحفز انتاج الكولاجين في بشرتنا، فبالتالي احنا حاطين صن بلوك بيشتغل على اكتر من حاجة، بيعالج البشرة، بيحسن من جودة الجلد، بيحمي من التصبغات، وبالتالي بيعالج التصبغات القديمة وبيمنع تكونها مرة تانية. بجد من الصن بلوك المميزين الحلوين، اسمه بايوديرما سبوت ايج. ده اس بي اف 50. بيجي اوقات كده واوقات بيجي تاني معاه درجة لون لو انتوا عايزين تحطوه كبديل للفاونديشن، لو هنحط ميك اب بشكل يومي كمان بيكون اختيار ممتاز ليكو. ينفع تستخدموه كبرايمر وتكنسلوا خطوة البرايمر، كمان هيكون حلو، بيدي لوك وملمس حلو جدا للبشرة. يا رب اكون فدتكم، استنوني فيديوهات تانية ومعلومات اكتر.